السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا للمسقي وهذا هو اللي راني نحوس عليه كما شفتوا في العنوان. على كل حال الفضيحه اللي صارت في المنتخب تاع تحت 23 سنه اللي اقصي مرتين كما نقولوا في التصفيات، وحده اقصيه وعاودوا داروا له كما تاع اسمه، عاودوا صار مشكل في ليكيب اللي لعبت معانا، اقصاو ليكيب هذاك فوتونا حنا، زدنا لعبنا زدنا التقصيني مرتين متتاليتين في اسمه. دوك تشوفوا الفضيحه واسمه سليم مناد هذا التقني اللي كان مساعد، الله اعلم، مساعد المدرب تاع 23 سنه. دوك يحكي لكم الفضيحه اللي صارت باش تعرفوا، وهذا هو اللي حبوا يديروه مع جمال بلماضي. لان دي خطره كان واحد التعليق، دوك نخليكم تسمعوا علاش جبت هدايا، لان هذا كدليل ملموس من الداخل، يعني كدليل ملموس من الداخل. كان واحد التعليق علق طا على بلماضي، قال لك باللي لو كان يروح بالماضي ليكيب ناسيونال راح تروح فيها كاع. جا ليه واحد قال له انتم تعبدوا بالماضي وضحكتني، بالماضي ماشي هو ليكيب ناسيونال. انا جاوبته في التعليق قلت له هو ما يقصدش من الناحيه اللي راك تخمم فيها انت، وهذا الفيديو هو اللي راح يتكلم لك باش نوضح لك واش راح يصير في المنتخب، واش راهم حابين يديروا كي يطيروا جمال بلماضي باش يولوا يخدموا في المنتخب الوطني الجزائري. قلت له ما يقصدش هذا، يقصد امور عده اللي راح تصرى فيها البزنازه، حابين يطيروا جمال بلماضي باش يديروا تبزنيس. او تسمعوا التبزنيس ونكملوا نحكوا في الموضوع هذا. اسمع كنا نتكلم على نفسي انا، يعني عملت تقريبا 10 ستاج درت معاهم 10 تربصات. وكنت حضرت المباراه تاع الكونغو في الذهاب، وكي صرا المشكل هذاك كنت هي تحت لا بيريود اللي تحت اونتر الماتش الي روتور كانت كورت 4 ايام نلعبوا في الصيف. ما حبيتش ناخذ القرار، قلت خلي نكمل الماتش هذا كالكو سوا لو ريزولتا كاليفيكاسيون او ديسكاليفيي، انا ننسحب كيت فوالا ننسحب. وعلاش شيخ؟ المشكل انا عندي مبادئ، شخصيتي ما تسمحليش نقبل الامور اللي صراو. يعني الحمد لله راني في 30 سنه في الميدان، الله يبارك. ما نمتش لو سي في تاعي المتواضع، نقول جربت كل فئات صح، كل مستويات صح. كونت لاعبين، اللي يقول لك ما كاش مكونين انا مكون تانيك صح، وعملت في الاكابر ودرت نتائج. ما جابونيش لي يو 23 بور مي بوزيو زيو فار ياك ما شاء الله. ما جابونيش على عينيا، جابوني على مي كومبيتونس. مالوريزمون شخصيتي كانت ديرونجي كالكو بيرسون اللي كانوا عندهم فايده في الفريق هذا. وشنو هي الفايده شيخ؟ فايده سي دي جوار اللي يدير لهم دي ستاتيو انترناسيونال باش يعاود يطلع المستوى تاعهم يتبعوا. تسمى تقول بلي كنا نجيبوا لاعبين المنتخب الوطني ما كنتش نجيب. لا اسمح لي، انا كاين لاعبين، اسمح لي شيخ، قلت كنا نجيبوا بالعموم، او كان يتم انتداب لاعبين لاقل من 23 سنه للمنتخب الوطني من اجل فقط منحهم صفه لعب لي جوار يجو. اون ا جوي كونتر الكونغو عندهم ربيع، اون ا بيردو 4-1 سيفري 3 جوار لعبوا ومن بعد يزون ديكلاري بليسي في الماتش روتور. alors que c'était pas le cas. كيفاش ما شفتهمش انا بليسي، من بعد ديكلاري بليسي في الروتور. وهذا لو ماتش كونتر غانا هاد لي جوار كاع ما كانشهم كاع في لي ستاج. صح، كاين المدرب دار تصريح بالغانا قال بنعتمد على لي ريزو سوسيو على بعض المناجير لانتداب اللاعبين. لا الاخ جلال واش يقول ما يهمنيش، انا نهضر على نفسي. كنت اللي كنت الداخل، انا ما كنتش حاضر مع الغانا نو قبل غانا. انا لو ستاج اللي تندار هنا في الجي رحت على لاديتيان حطيت اون ليتر اكسبليكاتيف على مون ابسونس لو ستاج هذايا. هاو علاه انا ما تفاهمتش مع المدرب على هذا الشيء. صح. هاي ليك وصلنا للمسقي. فهمتوا يا خوتي كيفاش يجيبوا اللاعبين باش يعطوا لهم صفه لاعب دولي، وهذه ياكلوا فيها كاع، ياكلوا فيها الصحافه. بون ماشي كل الصحافه رانا نهضروا، ياكلوا فيها لي ماناجيرا السماسره باش كيما نقولوا يدخلوا لاعب يديروا له صفه تاع لاعب دولي باش يبزنزوا به ويبيعوه، واللاعب يدفع وما يدفعوا وكذا. هذه هي اللي تكلمنا عليها حنايا. راكم تشوفوا يعني اللي كان داخل قال لك سمعتوه بودنو، قال لك انا كنت مديرونجي بعض الاشخاص تما،
كنت مديرونجي بعض الاشخاص تما، هنا طبقها على جمال بلماضي، راهم ديرونجي بعض الاشخاص. جمال بلماضي مديرونجي بعض الاشخاص. المنتخب الوطني كانوا يحبوا يعاودوا يولوا البزنازه، وجبنا لكم عده مواضيع في هذا الموضوع، وسمينا بالاسماء، وخونا الحاسي وكلش، وخونا الشنوي سمينا بالاسماء كاع. خاطش من داك يجوني في التعليقات يقول لي سمي بالاسماء. يا ودي سمينا بالاسماء، انت تلعبها ما سمعتش. سمينا بالاسماء وجبدناهم من حسين جنات، ودخل فيها الدراجي، ودخل فيها عباد بزاف. سميناهم بالاسماء هكذايا، رفيق واحد والهداف سميناهم كاع بالاسماء. يعني حتى رئيسهم الاكبر وجبل بلماضي تكلم في هذا الموضوع وقال لك يخدموا لي يوتيوبر ويخدموا، جبدناهم كاع وعلى بالكم بهم كاع، وما تلعبهاش ما على بالكش بهم كاع. الموضوع هذايا واش كنا نهضروا على المنتخب الوطني الجزائري، انه جبل بلماضي قطع عليهم الخبز، تكلمنا فيها ولا لا؟ هاوليك هذايا راهو يعطيه لك بالداخل، كان داخل المنتخب راهو مساعد، عطى لك التوضيحات كامل، قال لك يجيبوا لاعبين اللي ما يسهلوش باش يلعبوا مع المنتخب الوطني، والبروفايلات تاعهم ما تسمح لهمش باش يكونوا كما نقولوا لاعبين دوليين، يجيبوهم برك باش يديروا لهم صفه لاعب دولي تولي كما نقولوا في اسمه في السي في تاعو باللي لاعب دولي، تزيد في السومه تاعو، ومام هو ديجا اللاعب هذاك يدفع تشيبا، الاخرين يدفعوا تشيبا، يا ودي تشيبات ودراهم. هذا هو اللي حبوا يديروا في المنتخب الوطني الجزائري. حبوا بالماضي لان بالماضي قطع عليهم الخبز، بالماضي قطع عليهم هذيك تاع تجيب لاعب وزكي لاعب ودخل لاعب وخرج لاعب، ولاو ما يدخلوش سيدي موسى، ولاو ما يطيروش في الطياره، امور عده. فهنايا راهم يتهجموا على جمال بلماضي ويعطاكيو فيه، ومخدمين دي يوتيوبر وكاين صحافه ودي ماناجير موراهم، كاين هادوما. علاه انا دي خطره كي نقول عصابه يقول لي كيفاش عصابه رياضيه؟ واش هي العصابه؟ العصابه واش دير؟ كيما نتفكروا باريزومبل ندخلوا في الطليان عصابه ضد عصابه، ولا عصابه باريزومبل تجي باريزومبل تكسر لك، تجي كيما نقولوا دير لك الترهيب ودير لك عوائق وكذا باش هما يبيعوا السلعه تاعهم. هذه كاع داخله في العصابات هذه. واش يديروا؟ بداو يعطيو في جمال بلماضي. نعطي لكم مثال وباينين نعطي لكم مثال هكذا ولا لا؟ ومتفاهمين واش يقولوا، متفاهمين. والدليل شفتوا صالح باي نهار ما خرج بالتصريحات تاع ضد الصحافه هذوك، صح ولا لا؟ بدات الصحافه وبداو اليوتيوبر وبداو مواقع التواصل الاجتماعي يعطاكيو في في صالح باي بنفس الفكره وبنفس الموضوع، اللي يقول لك باللي وراه الملف شوفوا روحوا شوفوا القناه الوطنيه جال تما واسمو هذاك الصحفي اللي ما يفوطيش على رياض محرز، والله غير نسيت اسمه، نسيتو عبود لما على بون نسيت اسمه هذاك. شوف الكلام اللي قالوا في البلاطو، هو والكلام اللي قالوا في البلاطو، روحوا للصفحات وروحوا للصحافه وروحوا لليوتيوبر تلقاهم هضروا نفس الكلام تاعو هو، ويعطاكيو في صالح باي. متفاهمين هذوما صح؟ انتوما كي صالح باي هضر على هديه، انتوما كاين اللي يلعبوها زعما يدافعوا على بالماضي، قلت لكم يلعبوا بين الحبلين، هما يكرهوا باينه باللي يكرهوا بالماضي ودائما يطاكيو فيه، ولكن بصفه باريزوب اذا مصري جا باريزوب هضر على جمال بالماضي يخرج ويدير لك فيديو شفتوا كلام خطير، وهذا المصري لو يطاكي فيه بالماضي وكذا، كي يجي واحد اخر من الجزائر يعطاكي الصحافه تاعهم ويجي مع بالماضي، ما يجيش يقول يجوا كيفاش تعطاكي صالح باي، كيفاش تخرجوا نفس متفاهمين. هادو ما متفاهمين، حابين ينحوا جمال بالماضي باش يعاود يولي لهم البزنس. صحافه ياكلوا مع اللاعبين، دخل لاعب كيما داروا مع شاوشي، شفتوا كيفاش حبوا يجيبوه جابوه، كانوا يدخلوا ياكلوا في لي ريستورون معاهم، جيب اللاعب الفلاني كاع ياكلوا تشيبا، وهذوما المواقع وهذوما اليوتيوبر اللي راهم يخلصوا فيهم الصحافه، وراهم عباك باللي الضمير تاعك انت واش راح يعطوا لك؟ ما راح يعطوا لك والو، ما تاكل والو، راك تحارب معاهم باش طيروا جمال بالماضي، ومن بعد باش يعطوا لكم التشيبات يعطوا لكم الفتات. شحال راه يعطي لك؟ مليون، 2 ملايين، 3 ملايين، يعطيك 10 ملايين، ومن بعد ما يمسش كاع يدور بك وما على بالوش كاع بك. علاش راكم تكسروا على جال فتات تاع دراهم؟ راني نحكي على الصغار، وكاين الكبار هذوما الصحافه باين ما تقول لي سمي الاسماء والو، حابين يكسروا المنتخب باش يولي تبزنيس في المنتخب. هذا هو كما نقولوا الحاجه الكبيره اللي راهم حابين يديروها بالماضي، حبس عليهم تبزنيس في المنتخب.
وكاين حتى في الاتحاديه ناس، ماشي كامل، كاين ناس في الاتحاديه اللي تانيك ماذا بها تبزنس في اللاعبين وماذا بها تدخل دراهم. هذه هي المنتخب حبوا يدوه، حبوا يخطفوه، المنتخب حبوا يعطيو جمال بلماضي باش يخطفوا المنتخب ويديروا فيه كرههم. كاين دي ماناجيرا عندهم دراهم كبار وهما راهم يمولوا في الصحافه، يخدموا مع بعض، ماناجير يخدموا مع الصحافه. وجبنا لكم عده ادله وعده ناس تكلمت في هذا الموضوع. ماناجير عنده كونتاكت مليح مع الصحافه، يجيب لاعب يبوزيه للصحافه هذوك يقول لهم هاك وهضروا عليه و و و و و و باش ندخلوه للمنتخب، ومن بعد يروحوا يهضروا مع الاتحاديه، يهضروا مع ناس داخل الاتحاديه ما طاطا، جيبوا دخلوا يلعب 5 دقائق يولي لاعب دولي. وشكون هي الصحافه تدي تشيبات تاعها؟ الماناجر يدي تشيبات تاعو، اللاعب يدفع دراهم، اليوتيوبر يدو بقشيش. هذا واش نقدر نقول لكم، راهي واضحه كالشمس. راني عطيت لكم الدليل كيفاش راهم متمسكين بالمنتخب تاع السنيه هذه تاع 23 سنه. هذا هو اللي راهم حابين يديروه مع المنتخب، وعلى هذيك اللي راهم يعطاكيو في جمال بلماضي ويديروا له كل العراقي ويشروا لي زار به، يشروا لي زار. شوف هو يجي النهار سواء انا كنت حي، سواء كنت ميت، سواء كنت مازال في اليوتيوب، سواء ما رانيش في اليوتيوب غدوه من غدوه، بصح تذكروا كلامي مليح هذا يا خوتي، سورتو المتتبعين تاع القناه هذه. سوف ياتي يوم وتتكشف قضيه الكاميرون وقضيه قاسامه وشكون اللي كانت عنده يد فيها. اليوم غدوه عام، عامين، 3، 4، 5، 6، 10 راح يجي النهار اللي تكشف هذه الامور وتعرفوا وتذكروا كلام مليح باللي الماتش تباع من الجزائر. هذا واش نقدر نقول لكم خوتي، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.